السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله نجيبكم في واحد الفيديو، واحد الاخبار زوينه على المغرب. قالك سيدي المغرب صنع اول سياره في العالم تتخدم بالهيدروجين، يعني ما كاين لا مازوت لا ليسانس لا غاز لا حتى حاجه، كتخدم غير بالهيدروجين. يعني هاد الطوموبيل مقارنة مع دوك الطوموبيل ديال تسلا اللي اخترعها الامريكي ايلون ماسك، اللي هي كتخدم بالكهرباء، يعني غير كتشارجيها بالكهرباء وكتخدم. يعني هذه اللي صنع هاد المغربي بحالها، غير هي عوض ما نديروا لها الكهرباء كتشتغل بالهيدروجين، اللي هي عبارة عندها بحال الباتريات الورا ديالها. هذوك الباتريات ملي كيخواو عندها 6 ديال الباتري، يعني كيف كتشوفوهم في الصوره. ملي كيخواو كتحط داك الباتري اللي هو خاوي وكتدير باتري اللي هو عامر. وكاينين محطات كثيره في المغرب ان شاء الله غادي يديروهم ملي هاد السياره غتطلق، يعني غتخرج للسوق غيديروا محطات كثيره. وكذلك هاد السياره عندها 2 خزانات اللي هما يعني في حالة ما إلى هذوك الباتري تسالاو وانت كنتي بعيد على دوك المحطات ديال الهيدروجين، يعني عندك خزانين كاينين في الجنب ديال الطوموبيل، ممكن يمشيوك حتى ل 500 كيلومتر. تحية لهذا الشاب المغربي اللي صنع هاد السيارة، اللي هو شاب يعني باقي كما قلت لكم شاب عنده 29 سنة، من أصل الراشدية، ولكن مولود وكابر في فرنسا من أبوين مغربيين، يعني مغربي. تحية لي وتحية لوالديه اللي رباوه ما شاء الله. هاد السيارة خوتي راها 100% صنع مغربي، يعني ميد ان موراكو، يعني ماركة مسجلة في المغرب. ما يقدرش شي حد اخر يتسابق او لا يسرق منهم ملكية، يعني حيت هي مسجلة ومصنوعة في المغرب و100% مغربية. كما قلت لكم هاد الشاب يعني يعني بالمزاح ولا تيعيطوا ليه ايلون ماسك، يعني هو قلت لكم هذاك ايلون ماسك هو داك المخترع الامريكي اللي اخترع هذيك السياره اللي كتمشي بالكهرباء. وهذا ديالنا حنا ما شاء الله عليه، ما شاء الله ربي يحفظه، اخترع السياره كتمشي بالهيدروجين الاخضر ما شاء الله. بحال هاد الشباب يخليونا نرفعوا راسنا الفوق ونقولوا احنا مغاربه ونقولوها بوجهنا احمر. وهاد هاد المخترع اللي هو هاد الشاب المخترع هو في الصراحه اللي يستحق الأوسمة ويستحق الجوائز كلها. ماشي دوك الجوائز اللي سياخذوا هادوك، راك اخبار في روسكم بلا ما نقولهم اللي ما يستحقوهمش، راك عارفينهم شكون ما اصحاب الاوسمه هادو اللي ما بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم راهم عارفينهم. وهاد الطوموبيل يعني راها في دور التجريب، وتيقولوا انها قريبا غادا تخرج للاسواق، ولقاو عليها كذلك طلب كتير كتير بزاف في فرنسا، وغيلقاو عليها كذلك طلب كتير في العالم، لانها كتشتغل بلا سميتو مازوت، يعني غير بالهيدروجين وكتشارجا. والهيدروجين وكذلك انها ما تتلوثش البيئه تماما، يعني غير مضره للبيئه، ماشي بحال الطوموبيلات الاخرين اللي تلوثوا البيئه. وتيقولوا ان يعني باقي ما رصوش على الثمن ديالها الحقيقي، ولكن على ما سمعت قالوا بالاورو تتراوح ما بين 60 اورو حتى ل 91 اورو، ولكن بالدرهم المغربي ما عرفتش شحال، يعني حيت باقا يعني تيديروا طور تجريب وغيديروا المحطات ديالها وغيشوفوا الطلب عليها يعني شحال في العالم كله. وان شاء الله قريبا غتبقاو تشوفوها ان شاء الله في الطريق. الناس بطبيعه الحال الناس اللي قادين يشريوها اللي عندهم الحبه، واللي ما عندوش فلوس الله يرزقه، واللي ما عندوش طوموبيل الله يرزقه ويرزقنا الصحه والسلامه هي الاساس. وصلنا لنهايه الفيديو اخوتي، والى اللقاء ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.